ركز معايا، سؤال حلو. ليه دايما مشهور عن الطرابيش انها بتعمل ريحة وبتحشر اكل وبتعمل مشاكل والناس بتضايق منها على طول؟ ببساطة لان في حاجتين مهمين قوي لازم اركز عليهم في الطربوش لما باجي اعمله. رقم واحد، ان الطربوش ده لما يجي يخش ينزل على الضرس يكون مظبوط عليه تماما، ما يكونش فيه اي جزء زياده منه راكن على اللثه، لان الجزء الزياده منه اللي راكن على اللثه ده بيأثر على اللثه، بيتنيه كانه داخل في اللثه كده مرشوق فيها، فبيعمل فيها التهابات. رقم اتنين، بيبقى فيه سبيس تحته او مسافه تحته الاكل ممكن يخش فيه ويعمل لي مشاكل. طيب الحاجه التانية لازم اخد بالي منها، مكان الالتقاء ما بينه وبين الضرس اللي جنبه. الكونتاكت اريا دي او مكان الالتقاء ده لازم يكون مظبوط ومقفول بشكل كويس عشان يمنع اي اكل يخش ما بين الضرس ده والضرس اللي جنبه. تراكم الاكل ما بينهم هو ده اللي بيعمل الالتهابات وبيعمل الريحه وبيعمل المشاكل دي كلها. الحاجات دي بتبقى ناتجه عن مشاكل في المقاس او مشاكل في المعمل او مشاكل في طريقه تصنيع الطربوش نفسه. ولذلك احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا شفتنا كل شغلنا للشغل الديجيتال، المقاس بيتاخد بشكل ديجيتال وبيتعمل في المعمل على الكمبيوتر وبيتخلط بشكل ديجيتال عشان نقلل هامش الخطأ ده خالص لاقل درجه ممكنه وما يعملناش المشاكل دي تاني بعد كده. انا دكتور محمد نجيب زيادة وده مركز ماسة طب الاسنان. لو عندكم اي اسئلة تانية سيبوها لي في الكومنتس وان شاء الله نجاوب عليها. سلام.